في نقطة بس صغيرة، بس بستعرض تقرير عن الهلال لو سمحت. لو سمحت تفضل. لو سمحت استعرض تقرير للهلال السعودي حول هذه المباراة ونرجع للحديث. بالرغم من أن آخر حضور للجماهير الهلالية في آسيا كان في هذا الملعب في نهائي النسخة الماضية، ولم تكن نهايته سعيدة للجماهير الزرقاء، إلا أن الجماهير عادت لذات البطولة وذات المدرج تحت عنوان عدنا للانتقام. وعلى الرغم من كل الظروف التي يمر بها الهلال، إلا أن الزعيم الآسيوي ضرب منذ البداية يترجم متعة الجماهير في المدرجات إلى أداء مميز في المستطيل الأخضر. ألف مبروك للهلال، وبإذن الله نوصل النهائي زي ما راحت مننا إن شاء الله أنها راح ترجع، و2015 من نصيب الهلال بإذن الله. وبارك للأمة الهلالية بهذا الفوز وعودة روح اللاعبين، وألف مبروك للهلاليين. بإذن الله راح ينتقم الهلال، بينتقم إن شاء الله. أول شيء أبارك للشعب الهلالي هذا الفوز وهذا الروح الهلالي اللي شفناها اليوم، وهني وكل الهلاليين على هذا الفوز، وإن شاء الله آسيا بناخذها زي ما خذينا، زي ما راحت بناخذها بإذن الله آسيا. أحب أبارك للجمهور الهلالي اللي حضر، هذا الجمهور الوفي، هذا اللي عبى الملعب، الحين نص الملعب بيض الله وجيههم، لكن الهلال قادم وآسيا من حق الهلال ياخذها، وإن شاء الله الفوز هلالي. أول شيء أبارك للشقردية اليوم بالمستوى إن شاء الله، وإن شاء الله كأس آسيا ناخذها غصب. اللاعب الأزرق وقفوا في وجه كل الظروف وأعادوا للزعيم هيبته، وجمهور الهلال بدأ يطمئن على فريقه على أقل تقدير في البطولة الآسيوية. فالانطلاقة كانت موفقة جدا، ورسمت فرحة لم يعشها الجمهور الهلالي منذ إياب نصف نهائي النسخة الماضية عقب التأهل للنهائي من أمام العين الإماراتي. فمن بعد تلك الفرحة العارمة لم نشاهد المدرج الأزرق بهذه السعادة التي اشتاقوا إليها كثيرا. سعد المحمود، بين سبورتس، الرياض.